امام عاشور. بجد يا جماعه، ده يمكن ده سابع فيديو عايز اعمله بجد، وبحاول انتقي الفاظي. بس خلاص الواحد يهدي شويه. بس امام عاشور ده انت عيل خايب. أنا عايز اقول له بجد انت عيل خايب. انت في نعمه يا ابني ملايين غيرك يتمنوها. بس واضح ان انت عيل قليل اصل. قليل اصل من زمان. لان الناس اللي وثقت فيك وقفت جنبك في النادي الاهلي، انت شميت فيهم ناس يتمنوا اي حاجه يشمتوا فيها. اللهم لا شماتة. فانت عيل قليل اصل. ليه قليل اصل؟ اهلي احتواك. اهلي لمك. رحت تجري على الزمالك بعد ما فشلت في ميتلاند الدنماركي، والزمالك طردك قال لك انا معيش فلوس روح. والاهلي احتواك وجابك. واتصبت في كتفك بدل المره مرتين وقعدت فيهم بتاع 6 شهور، والاهلي شالك ونجمك وطلعك السما. وفي الاخر الفيروس اللهم احفظنا يعني اللي جالك ده، قعدت كام شهر برضه والاهلي احتواك. ولسه يا دوب بتحط رجليك تقل اصلك يا قليل الاصل مع الناس اللي وقفت جنبك. فانت يا ابني، احنا قلنا هنا 100 مره، جماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي ما عندهمش عزيز ولا غالي. مفيش عزيز على النادي الاهلي غير الكيان. يعني يا ابني افهم، والله افهم. انت وغيرك، يعني انت يعني اللي حصل ده حصل قبل كده، واديك عملت وهيحصل قدام. فبرضه بنفكر الناس اللي ممكن تعمل كده قدام جماهير الاهلي غير اي جماهير. افهم يا قليل الاصل. افهم يا قليل الاصل. جماهير الاهلي غير اي جماهير تانية. ما عندهمش اي عزيز غير النادي بتاعها. ولو مختلفة مع مجلس الاداره بتاعتها، هتبقى مع اي قرار تاخده قدام واحد عيل زي ده. بالمناسبة، القرار اللي مجلس الاداره خده 1.5 مليون وايقاف اسبوعين، ده في الحلمنتيشي. يعني مفيش حاجه اسمها كده يا باشا. مش 1.5 مليون ولا الكلام ده. اخصم نسبه كبيره من عقده، لان ده موضوع جلل. 1.5 مليون والكلام ده، الناس دي 1.5 مليون دي بيروحوا بقى الساحل 4 5 ايام. 1.5 مليون دول يا باشا اخصم منه جزء كبير من عقده. بياخد 30 40 50. اذبحها يا باشا 10%، 15%، عشان ما يعملش كده. الخطوه الجايه ده يتعامل معامله عبد الله السعيد لما سابك وراح اتصور مع احمد مرتضى، والصوره اياها دي الاهلي جابه وشلوته بره. ده نفس الكلام. احنا كجماهير النادي الاهلي مش هنقبل ان الواد ده يلبس تيشيرت النادي الاهلي تاني. لكن تقول له اسبوعين منفرد ايه؟ ما منفرد اتضرب مع نفسه 1.5 مليون يا باشا. ده قفل تليفوناته وما سافرش مع النادي الاهلي وما اختارش النادي الاهلي وخلع من النادي الاهلي. عمل كل حاجه غلط. ما قدرش 1% من اللي عمله النادي الاهلي، عشان ده عيل قليل اصل. الفتره الجايه او الخطوه الجايه يا باشا، مين ده يا باشا؟ جماهير الاهلي فوق اي حد. واحنا مش هنقبل ان الواد ده يلبس تيشيرت النادي الاهلي تاني. فانت عايز تعاقبه عاقبه، بس ينزل ملعب تاني مش هيشوف اي خير من اللي شافه قبل كده. عشان فينا في حاجه تقول لك ايه؟ ربنا ما يسلط عليك شيطانك. اللهم احفظنا، يعني ربنا يبعد عندنا شيطاننا. ده ربنا سلط عليه شيطانه وهو اللي اذى نفسه. لا الاهلي هيتاذي يا ابني، ولا جميل الاهلي هيتاذي، ولا الاستاد هيتاذي، ولا احنا هنمنع نفسنا ان نشجع كوره. احنا يا ابني كنت بتلعب حلو، شجعناك انت بتلعب حلو، عملت كده نسيناك. مش هننساك، نسيناك. فيا باشا ما تلومش غير نفسك. ربنا يبعد عننا شيطاننا. انت يا ابني ربنا يبعد عنك شيطانك مع نفسك. وانت عيل قليل اصل. وجماهير الاهلي فوق 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 اي حد.